السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى وده بودكاست بداية جديدة. في لحظة كده ممكن تبصي حواليكي وتلاقي نفسك اتغيرتي من غير ما تحسي. بقيتي تعملي حاجات علشان الناس مش علشانك. بقيتي برضو بتدوري على رضا الكل إلا نفسك. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا، العمر مش بينعاد، وراحتك النفسية مش رفاهية. اختاري نفسك علشان الحياة مش هتختارك لو فضلتي تنسيها. بس قبل كل ده اختاري ربنا. القرب من ربنا هو النقطة اللي بتبتدي منها كل البدايات الحلوة. هو اللي بيخليكي تعرفي نفسك بجد، بيخلي جواكي نور يطهر قلبك من الخوف ومن التعلق. لما تقربي من ربنا بصدق مش هتبقي بتدوري على حب يكملك، لانك هتكوني كاملة بربنا. هو اللي بيقويكي لما الدنيا توقعك، وهو اللي بيقولك انا معاكي حتى لو كل الناس مش. في كل دعوة نازلة من قلبك اعرفي ان ربنا شايفك، بيحضرك لحياة تستاهل قلبك النقي. وساعتها هتعرفي ان حب النفس الحقيقي مش غرور، ده انعكاس لحب ربنا ليكي. اختاري نفسك مش معناها انك تنعزلي او تهملي الناس، لكن معناها انك تكوني عادلة مع نفسك، انك تبطلي تسيبي اي حد يقلل من قيمتك، وتبطلي تقبلي وجع مش من حقك. اختاري الناس اللي بيطمنوا روحك، اختاري الاماكن اللي بتحسسك بالامان، واختاري برضو الكلمات اللي تديكي طاقة مش تعب. الحياة دايما يا صديقتي بتدينا فرص جديدة، بس بتختار الناس اللي اختارت نفسها، الناس اللي واجهت خوفها وقالت كفاية أنا هبدأ من جديد. ابدأي النهاردة، اختاري نفسك من غير تردد، قربي من ربنا من غير خوف، خلي دايما قلبك متعلق من ربنا، وساعتها هتلاقي الحياة دايما بتختارك. أنا نهى وده كان بودكاست بداية جديدة. متنسيش إن كل يوم فيه فرصة جديدة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.